الكرشة طبعًا أكبر مشكلة بتقابلنا لمّا بنكون جايبينها مش متنضفة، هاوريكِ إزاي هتنضفيها بكل سهولة من غير ما تحتاجي إن حد يمسك قصادِك أو إنِّك حتى تستعملي سكينة. بنجيب مَيّة نحط فيها قرصين من الريفو مع المَيّة، أول ما المَيّة بتاعتي تسخن يعني كده هي لسه باردة، طالما إيدي متحملاها يبقى لسه باردة، أول ما تبقى خلاص داخلة على الغليان أطفي عليها، هاحط الكرشة بتاعتي وهاسيبها ربع ساعة، بعد كده أبتدي أختبرها أشوف ينفع إن أنا أطلّعها والّا لأ. طيب بعد الربع ساعة دي بامسك حتّة من الكرشة كده لو لقيتها بدأت تطلع معايا بسهولة بابتدي إن أنا أنضّفها، لو حسيت إنها لسه فيها حتت ما بتطلعش بارجّعها في المَيّة تاني، بس أهم حاجة نحافظ على درجة حرارة المَيّة، يعني لو كانت المَيّة بردت بنولّع عليها النار تاني ونرجّعها لدرجة الحرارة اللي حطينا فيها الكرشة في أول مرّة. طيب أهم حاجة وخدوا بالكم من النقطة دي، إن أنتم ما تحطّوش أي مَيّة باردة على الكرشة غير بعد ما تتنضّف خالص، يعني لو حطيتِ عليها مَيّة باردة وهي لسه ما نضّفناهاش، كل ده هيمسك على الكرشة وهيقفش كده ومش هنعرف ننضّفها، فنستخدمها نفضل ننضّف فيها كده طول ما المَيّة بتاعتها دافية. هنا أنا حسيت إن الحتّة دي لسه محتاجة شوية رجّعتها الحلة تاني، لكن زي ما أنتم شايفين بانضّفها بإيدي بس، لا احتجت حد يمسك لي ولا احتجت سكينة ولا أي حاجة خالص، كانت نطفت معايا في منتهى السهولة. الحتت زي ما باقول لكم اللي لسه جامدة زي كده بارجّعها في الحلة تاني في المَيّة، وباسيبها 5 دقايق بس أهم حاجة ما تكونش المَيّة بردت، أسخّن المَيّة تاني وأسيبها 5 دقايق أو 10 دقايق كمان، بُصّوا بتطلع كإنِّك بتقشّري يعني بتتقشّر بكل سهولة يعني، فبُصّوا بتطلع بكل سهولة وبتتقشّر معايا سهلة جدًا، لا احتاجنا سكينة ولا احتاجنا إن حد يمسك معانا. بنفضل بقى نقشّرها كلّها لو في حتّة لسه جامدة نرجّعها في المَيّة تاني زي ما اتفقنا. بعد بقى ما بنخلّصها نبتدي إن إحنا نشطفها، ما نحطّش عليها باكرّر تاني ما نحطّش أي مَيّة باردة وهي لسه ما اتنضّفتش، علشان خاطر ده هيأذي كل اللي عملناه ومش هيخلّي اللي فيها ده يطلع خالص مهما عملتِ. بُصّوا بتطلع بكل سهولة إزاي، يعني حاجة ما فيش أسهل من كده، زي ما إحنا شايفين كده. طبعًا أهم حاجة في الكرشة هي نضافتها علشان خاطر ناكلها بنِفس كده وما يبقاش فيها أي ريحة غير مُحبّبة. خلاص بقى باخلّص الكرشة بتاعتي، بتنضف معايا بالشكل ده كده، وباجي بقى أهم حاجة كمان تشيلوها الجلدة اللي بتبقى في الضهر دي، لإن هي دي اللي بتسبب ريحة اللي مش كويسة، فبابتدي بقى أي جلدة في الضهر كده بابتدي أشيلها زي ما إحنا شايفين كده، أتخلّص منها خالص، علشان خاطر الكرشة بتاعتي تبقى ريحتها حلوة وإحنا بنسويها، نشيل كل اللي في الضهر ده، ده مهم جدًا إن هو يتشال، لإن مهما غسلته فيه ما بينضفش، أو بيبقى برضه بيسيب ريحة مش ظريفة يعني. باخلّص بقى كمية الكرشة بتاعتي كلّها، وباجي بقى في الطبق باحط عليها معلقة من الدقيق وشوية خل حلوين كده، أهم حاجة طبعًا في الكرشة هي تنضيفها وغسيلها. أدعكهم مع بعض شوية كده وباسيبهم حوالي نُص ساعة. طبعًا الخل ده بيبقى ليه فايدة كمان إن هو بيساعد إن الكرشة تستوي أسرع. بعد كده باشطفها بقى في مَيّة كويس أوي، مَيّة جارية، وباجيب مَيّة باحط عليها معلقة ملح ومعلقة سكر كبيرة، وعصرة ليمونة كده، يعني ليمونة كبيرة كده أعصرها على المحلول بتاعي ده. وبعد كده أجيب الكرشة بعد ما غسلتها كويس وصفيتها، بُصّوا بقى نطفت بقت زي الفل. شايفين الجمال؟ آخُدها بقى الكرشة بتاعتي زي ما هي كده، نضّفتها من قدّام ومن الضهر وأحُطّها في المحلول بتاعي ده. أنا بصراحة ممكن أحُطّها يعني طول الليل وآخُدها الصبح أغسلها، فباسيبها شوية حلوين كده في المحلول ده، وبعد كده بقى الصبح باخُدها أشطفها كويس أوي لغاية ما تنزّل كل الزفارة اللي فيها وأخلّيها في مصفى، ما أشيلهاش في التلاجة إلا لمّا تنزّل كل المَيّة اللي فيها. وبكده هنكون نضّفنا الكرشة بكل سهولة من غير ما نحتاج حد معانا. يا رب بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وأشوفكم على